الفيديو اليوم راح يتحكم محمد بيومي لمدة 24 ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بمتابعين محمد. أريد أشكر محمد على استضافتي في الفيديو وأنه خلاني أتحكم فيه لمدة 24 ساعة، ولكن ليس بعد الآن. فأعطيه أصعب العقوبات تخليه يندم على اللحظة اللي حب يصور فيها الفيديو. قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك تشتركوا وما تفعل زر الجرس عشان ما تفوتوا معي الانستغرام تيك توك سناب شات وفيسبوك وبس. يلا نبلش الفيديو. طبعا أول شيء هنبدأ بفطور الصباح، فالمطلوب منه إنه يشرب نصف كأس من زيت الزيتون. خير وش فيك انهبلت؟ في أقل من 5 ثواني، وإذا اجتزت هذه المرحلة لازم عليك تاكل ربع ليمونة، وهذا طبعا بدون بصقة. اوكي. طبعا زي ما تشوفوا أول شيء قال لي يشرب كوباية زيت. أنا قلت لك اتحكم بحته، قلت لك دمر لي حياتي وقتلني. طيب ما علينا، هاي كوباية زي ما تشوفوا. أنا حاسة إني بعد الفيديو ده حاموت. طبعا مستحيل ياكل الزيت، راح اموت يعني. عشان كده زي ما قال حناكل ليمون، او هي قالت لي ربع ليمونة. بحب الليمون عشان كده حاكل نص. بيجي كده يعني. مر يا اخي. لو ننتقل للتحدي الثاني، كده تمت التحدي الاول. وطبعا بعد الأكل لازم عليك تعمل نشاط معين، وهذه المرحلة هي البداية الفعلية للعقاب، لأنك هتضطر تجري كيلومتر كامل. Run. وبعدها تقابل شخص عشوائي وتقول له أحبك. شوفوا منو لقيت. تعال تعال تعال، انا بحبك. انا بحبك. قلت لي شنو هسه؟ أنا أحبك. وبعدها تكون مرحلة راحة بالنسبة لك، لأنه هيكون المطلوب بسيط، وهو إنك ترسم علم إسرائيل وتلحقه في الشارع. وهذه لو عملتها هتمنى لك كل خير، ولأني متأكد إنك هتعملها هسهل لك العقوبات الجاية. طبعا هنا حنرسم علم إسرائيل. طيب أول حاجة نعمل خطوط زي ما شفت. لما ترسم على بالي إني شرطها بس راح أخليها للتحدي. زي ما تشوفوا هيك حنفعل. زي ما تشوفوا هيك الشارع فاضي كده تمام. هيك الشارع فاضي عشان كده راح نحطه في أقرب جدول. احنا في الجدول هذا زي ما نشوف. شوفوا هاي الحاجة في الشارع الهواء تقيسة كده. أخش أحركها جوا، أحركها في هذه الزاوية. استاهل أكثر من كده. على كل هذا التحدي زي ما نشوف كلنا. هذا التحدي بيكون انتهى. في فطور الغداء هتضطر إنك تطبخه وحدك. أول حاجة نجيب القدر، نشغل النار، نكب زيت، يكون كثير بس كده. نكب البصل، نحرك كده لحد ما ياخد لون. طبعا بعد ما أخذ لون كده نكب ملعقة صلصة ثم نشتغل حاجة. نقلب وننتظر الصوص تنجل. نجيب اندومي، هنشيل طبعا حسب البهارات بس بهارات الاندومي. طبعا كده الاندومي بدأ يستوي. طبعا هو استوى زي ما تشوفوا. راح اضيف عليه شطة في الوش كده. كنت من الناس اللي يحب الليمون، اعصروا ليمون. انا بحب الليمون طبعا مع الاندومي. راح نجرب خطة الاندومي زي ما تشوفوا.
فأنا عارف أنها هي سمحة لأن أنا قاعد أكل كل يوم. كلها خلوني أكلها بالجنب وأرجع لكم. وبعدها تدرس لمدة ساعتين متواصلين. فقط هذا هو جدول 24 ساعة، وأتمنى لك التوفيق.